تحفه. عايز حته نص. سامعين دي اول حاجه، ده نصه اتاكل يا جماعه والله. اللايك اللايك ارجوكم. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الشتاء الجميل. كل مره هقول الله على الشتاء الجميل ده. بصوا بقى، النهارده انا عامله لكم اكله جميله واقتصاديه وحاجه تحفه. ولادك اول ما هيشوفوها ياكلوها. انا عندي ما بيحبوش القرنبيط، بس ما شاء الله لحقت منهم الطبق ده بالعافيه يعني، عشان اصوره خدت من وراهم. كلوا لي نص وكده. طبعا احنا عملنا النهارده القرنبيط المقرمش. كل واحد فيكم بيقعد يقول بقى انا القرنبيط بيطلع مني طري، القرنبيط ما بيطلعش مظبوط معايا. لا بصوا بقى المره دي ما شاء الله. سامعين الصوت؟ سامعين؟ سامعين؟ مقرمش وجميل وتحفه. عايزه اقول لكم بصوا بقى الجمال بقى ما شاء الله يعني، ما شاء الله عليه. طعمه تحفه 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 والله العظيم، في منتهى الجمال. يعني انا بقول لكم كلوا نص، انا لحقت دول بالعافيه يعني. فطبعا هدوق قدام محاف يعني كده، مش هاكل بعيش دلوقتي. بصوا مقرمش وجميل قوي. سامعين صوت القرمشه؟ بصوا بقى هنعمل سندوتش كده عشان اشوقهم بزياده. نحط الطحينه. تحفه، لو ما عملتوش كده هتندمي والله. نحط القطعه اللي انا خدتها دي كده، نحط كده حبه كاتشب. يا سلام يا سلام يا سلام على الجمال. شايفين بقى اللذاذه دي والجمال ده؟ حاجه كده من الاخر، كانها فراخ مقرمشه والله. تحفه تحفه. عايز حته نشا؟ قاعد لنا كده على الفاضي وعلى المليان، ياكل معايا وخلاص. جميل قوي والله، بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو. بس صدقني اعمليه بنفس الطريقه، هيعجب ولادك قوي. انا عندي والله ما بياكلوه، واول ما شافوه كده ودقوه خلوا لي نصه زي ما انتم شايفين كده. فاعمليه بنفس الطريقه، حلوه قوي 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 قوي. يلا بينا بقى على المطبخ نشوف هنعمل ايه عشان ما نطولش الفيديو عليه. يلا يا نوش انزل تحت. وادي المقادير عندنا اهو زي ما انتم شايفين، حاجه سهله وبسيطه خالص. هنا دي قرنبيطه، انا جايباها قرنبيطه كبيره شويه اهو. بصوا عامله انا مقطعاها كده اهيت، مقطعه حتت صغيره كده، زهر صغير كده. هنا بقى ده كوبايتين دقيق، هنا ده ربع كيلو بقسماط، وهنا ربع كيلو دقيق الذره الصفراء. تمام، طبعا مش هاخده كله، انا هاخد منهم حبه. هنا 4 بيضات وعليها رشه الفلفل الاسمر ده. هنا توم باودر، بابريكا، كمون، ملح، وطبعا الميه. وشكرا على كده، مفيش اي مشكله. واللي مش حابب الذره دي، الذره الصفراء ديت، ممكن يجيب نشا بدلها عادي خالص، مش هتقول مفيش اي مشكله. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنسيب كل الموضوع ده وهناخد القرنبيطه اروح اسلقها نص سلقه بس. ده نص سلقه بس، مش عايزاها مهريه ولا عايزاها مستويه قوي. هروح اسلقها نص سلقه واجي اوريكم نعمل ايه بقى بعد كده. ده القرنبيط اهو بعد ما سلقناه. بصوا انا مطلعاه نص سلقه خالص، ماسك نفسه خالص اهو اهو. بصوا ماسك نفسه خالص يعني، القطعه بتاعته مش بالسهل اهو. بس مجرد ما هو طري بس. تمام كده، هنشيله بقى على جنب دلوقتي ونعمل بقى الخلطه. نيجي بقى للخلطه. ادي الدقيق معانا اهو، نحط عليه التوابل بقى كلها، اللي هو البصل البودر والثوم البودر، وهنا البابريكا اهو، هنا الكمون والملح. وشكرا، انا ما بحبش احط توابل كتير اصلا في اي حاجه. هقلبهم كده حلو قوي. هنا خلاص اهو قلبت الخلطه دي حلو قوي مع التوابل بتاعتها، الدقيق مع التوابل. هنحط بقى البيض. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نقلب بقى حلو كده. هنا خلاص خلينا عجينه كده زي ما انتم شايفين، بس طبعا مش هنعمل كده. هحط حبه ميه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه حبه بقى، عشان ايه؟ انا مش عايزينها تبقى سايحه، طبعا لازم تبقى تقيله شويه كده. تمام،
اهو. وبعد تقليب عميق طبعا وتعب ايدي وجهد جامد عملته فبصوا بقت كده اهو التقل بتاعها. بصوا يا رب يكون واضح اهو. تقيله كده شويه يعني ايه، لا مش خفيفه خالص ولا تقيله قوي. تمام. هنحط بقى البقدونس عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحبها بصراحه البقدونس يبقى جوه الخلطه كده بقى. خلاص خلصنا حلوه. خلاص دي كده خلاص خلصنا الخلطه بقى ديت. نخش بقى على الايه الخلطه التانية اللي هنعمل فيها الايه تبديله دي بقى التكايه اللي هي هتخلي القرنبيط يبقى ناشف وحلو زي الكنتاكي كده. يلا بقى نشوف ايه. نخلي دي على جنب. هنا طبعا ده ربع دي الذره الصفراء. ماشي. انا مش هاخده كله عشان ايه ما يبقاش يعني يتراكم ويبقى عندي في التلاجة معمول بالخلطه وكده مش حلو. التكايه بقى بتاعت القرنبيط اللي هيتبدر فيه ويتحط في الزيت على طول. جينا بقى للشغلانه اللي انا ما بحبهاش ديت. هناخد زهره القرنبيط كده هحطها طبعا هنا زي عملة الكنتاكي بالظبط اهو. شايفين عامله لهم كنتاكي النهارده مش قرنبيط. هطلع كده على طول هنا. تمام كده. وهطلع هنا. وهي دي الشغلانه اللي هتخلي القرنبيط يخليه قرمش. الزيت على النار اهوت. هنحط بقى القرنبيط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت حمي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده وبعيد عن بعض عشان ما يلزقش طبعا. كده حطيت خلاص بقى على النار اهوت في الزيت. هيكون زيت غويط كده. اول ما يطلع طبعا هنشوف هيطلع شكله ايه وتلاقوه بقى تحفه ان شاء الله. يلا بينا. ايه رايكم بقى في الشكل الجميل دوت؟ ها حد يقول حاجه؟ حد عايزه حد يكلمني بصوا بقى. بصوا سامعين الصوت؟ ها سامعين؟ ها اها. شايفين ناشف ازاي؟ مفيش اي حاجه والله. لو جربتيه بالطريقه دي مش هتبطلي تعملي بنفس الطريقه وقسما بالله. يعني انا اول مره احلف كده. بس بصراحه طريقه جميله جدا وتحفه وطعمه تحفه ومقرمش وهيعجب ولادك جدا. انا عندي واحده ما بتاكلش القرنبيط كلته اهي عماله تسلالي عليه وانا بطلع في القليه. ده نصه اتاكل يا جماعه والله يلا بقى عشان ما اطولش عليكم. اللي يوصل بقى لحد هنا ما ينسونيش في اللايك ارجوكم والسبسكرايب. واقول لكم بقى ايه باي 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 باي.